هلخص لك حلمك للاحتراف في كرة القدم في الخارج في فيديو النهارده. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في حلقة جديدة. زياد هنا معاكم، والنهارده هنتكلم على موضوع انتوا طلبتوه مني، وبالاخص في حد كتب لي في الفيديو اللي فات ان هو عايز يعرف ازاي تنضم لنادي في المانيا من غير ما تكون انت اصلا مقيم في المانيا. اسهل طريقة يا جماعة هقولها لكم في اخر الفيديو، فعشان كده بقى خليك لاخر الفيديو عشان تعرف الطريقة دي. ولكن عايز اقول لك ان في طرق كتيرة جدا، واللي انا هقوله النهارده في الفيديو ده مش هو بس الطرق الوحيدة اللي ممكن توصلك لنادي بره لو انت مش موجود في اوروبا. في طرق تانية كتيرة جدا، ولكن عشان وقت الفيديو هلخص لكم الموضوع في 4 نقط. طيب، اول طريقة اللي هو انا عملتها اصلا شخصيا، وناس كتيرة كمان من صحابي عملوها، اللي هي الدراسة في الخارج. لو انت مقيم مثلا في مصر بتقدم على دراسة في الخارج في ألمانيا مثلا أو أيا كان البلد اللي انت عايز تروحها، وأول ما بتتقبل بقى في الجامعة أو في الدراسة اللي انت كنت عايز تنضم ليها، بيبقى عندك وقت كتير جدا جنب الدراسة تستخدمه في الحاجات اللي انت عايز تعملها. وهنا ممكن تستخدم الوقت ده تدور على نادي كرة قدم وتعرف تتمرن بجانب الدراسة. ولو عايز برضو تعرف ازاي تدور على نادي كرة قدم في ألمانيا، هسيب لك الفيديو في اللينك في الوصف بتاع الفيديو ده. ولكن من اول طريقة دي هتعرف تنضم لنادي كرة قدم في ألمانيا وانت مش مقيم في ألمانيا. طيب، تاني طريقة بقى، لو انت بتلعب في نادي معروف في الدولة اللي انت متواجد فيها، وبتلعب برضو على دوري عالي، بيبقى في الماتشات المهمة في نوادي تانية برضو في بره في اوروبا بتبعت الكشافة بتوعهم عشان يتفرجوا على الماتشات المهمة للنوادي المعروف. فحلك الوحيد ان انت تبقى بتأدي دور مهم جدا في الماتشات المهمة دي، ومن خلاله لو انت متواجد مثلا في مصر وجه كشافة شافوا أدائك في الماتش ده، هيتواصلوا معاك أو مع المدرب بتاعك عشان يعزموك إنك تروح الاختبارات بتاعتهم، ومن خلاله لو نجحت في الاختبار بتاعهم هتنضم للفرقة بتاعتهم وهتبتدي تمضي العقد وتتكلم مع الكشافة في كل حاجة متعلقة بإقامة. فعشان كده حاول تدور على نادي معروف جدا في البلد اللي انت فيها، وحاول برضو تنضم لأول فرقة في النادي ده عشان تعرف تتشاف، ولو جه فرصة ان الكشافة راحوا للماتشات دي يشوفوك انت برضو اول واحد. واكيد انت بقى هتسألني ازاي اصلا انضم لنادي معروف في البلد اللي انا فيها، وهو ده بالظبط الطريقة الثالثة اللي انا كنت عايز اتكلم عليها. ان النوادي المعروفة في البلد اللي انت فيها مثلا ان كان في مصر او حاجة، بيبقى جواها اكاديميات معظم الوقت للناس الصغيره في السن. فانت بقى لازم تحاول تخش الاكاديميه بتاعه النوادي دي، ومن هناك لازم تأدي دور مهم جدا في الاكاديميه عشان تتعرف وياخدوك في الفرقه الاولى. ومن خلال بقى لعبك مع الفرقة الأولى أو تمريناتك مع الفرقة الأولى تعرف تحقق النقطة التانية اللي أنا اتكلمت عليها، إن هو تلعب في ماتش مهم جدا بالنسبة لهم وتأدي دور مهم جدا، ويكون بقى حظك إن في كشاف مثلا معين جه شاف دورك في الماتش ده. المهم إن أنت تعرف تخش أكاديمية من النوادي الكبيرة اللي موجودة في البلد بتاعتك، لأن معظم الوقت النوادي دي برضو بتكون متعاقدة أو بتعمل صفقات كتيرة مع نوادي تانية ممكن تكون اصلا مش موجوده في البلد اللي انت فيها، ممكن تكون في اوروبا. عشان كمان بيبقى في فرص كتيره جدا في الاكاديميات انها تبعت اللعيبه بتوعهم وياخدوا فلوس من خلالهم. واخر واسهل طريقه لاي لاعب كره قدم ان انت تدي المسؤوليه دي للشخص المسؤول عنها، وهو وكيل اللعيبه. زي ما شرحت لكم قبل كده يا جماعه، وكيل اللعيبه ده بيبقى متخصص في ان هو يدور لك على فرص في نوادي تانية كتيرة، وممكن اصلا منها يكون في الخارج ايا كان بقى، في المانيا، في ايطاليا، في فرنسا، في حتت كتيرة جدا. ولكن قبل ما تتكلم مع وكيل اللعيبة انصحك تتفرج على الفيديو اللي انا عملته في الفترة اللي فاتت، هسيبهولك في الوصف بتاع الفيديو ده عشان تعرف ايه الحاجات اللي انت مطلوبة منك قبل ما تتكلم مع وكيل اللعيبة، عشان تضمن ان هو يرد عليك ويشتغل معاك. ولكن من الاخر كده الطريقه دي اسهل واحده، لان انت من الاخر كده بتعرف تركز على تمريناتك والجيم وكل حاجه انت متخصص فيها كلاعب كره قدم، وبتدي مسؤوليه ان هو يدور على نادي او فرصه ليك للشخص اللي اصلا برضه متخصص في الكلام ده. فبتريح دماغك من كل المعاملات والتدوير اللي انت المفروض تعمله. ولكن ده بيبقى متطلب منه جدا ان انت تكون اصلا لاعب كويس جدا،
ولاعب محترف او قريب من درجة الاحتراف. فبس كده زي ما انت شفت بقى، هي دي الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو ده. اللي هو اول حاجة، لو انت عايز تدرس او تشتغل بره بيبقى عندك وقت كتير جدا جنب الدراسة تعرف تدور فيه على نادي. وتاني نقطة زي ما قلنا، لو انت لعبت في دوري مهم جدا مع نادي معروف بيبقى فيه كشافة ممكن يكتشفوك ويوصلوك لنادي في الخارج. وتالت نقطة اللي هي الأكاديمية، لو انت اصلا بتأدي دور مهم جدا في الأكاديمية ومعروف في الأكاديمية اللي انت فيها، برضو ممكن يكون في تعاقدات او صفقات تتعمل من أكاديمية للتانية توصلك للخارج. واخر نقطة زي ما قلت لكم، نقطة وكيل اللعيب. وبس كده، هو ده الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك بقى اعمل لايك واكتب لي في الكومنتات ايه رأيك في النقط دي، واكتب لي برضو افكار ممكن اعملها لفيديوهات الفترة الجاية. ما تنساش تعمل برضو سبسكرايب، وما تنساش اهم حاجة تستمتع بالرحلة. اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.